بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم. أرحب بكم اليوم في ثاني لقاءات مشروع ومبادرة CIR بالعربي، ويسعدني أن أكون اليوم في معية الأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب، الرئيس المنتخب للمعهد الملكي للمحكمين على مستوى العالم ل 2025. أهلا بسعادتك يا دكتور. قبل البدء خلينا أو دعونا نقدم تعريفا موجزا عن الأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب. الأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب هو الشريك المؤسس ورئيس قسم التحكيم الدولي والإنشاءات والطاقة في مكتب زوى الفقار وشركاه في مصر. هو أيضا أستاذ التحكيم الدولي والقانون الدولي الخاص وقانون العقود الإنجليزي في جامعة القاهرة، عضو المجلس الإشرافي لمجلس التحكيم التجاري الدولي الإيكا، رئيس مجلس خدمات فض المنازعات بغرفة التجارة الدولية بباريس الICC، الرئيس المنتخب للCIR ل 2025، وأيضا عميد الأكاديمية الأفريقية للتحكيم الدولي. هو أيضا عضو لجنة الخبراء الدوليين بالمنتدى الصيني الدائم لمنازعات التشييد والبناء، وعضو محكمة التحكيم بالمحكمة الدائمة للتحكيم بلاهاي، عضو المجلس العلمي لأكاديمية القانون الدولي بلاهاي، وعضو المجمع الأكاديمي لمعهد التحكيم الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية الITA، ومحكم دولي معتمد بقائمة رؤساء هيئة التحكيم الصادرة عن المفوضية الأوروبية للتحكيم الدولي، وعضو اللجنة الاستشارية لمركز موريشيوس للتحكيم الدولي، وعضو اللجنة الاستشارية لمركز أندونيسيا للتحكيم الدولي، وعضو اللجنة الاستشارية لمركز لاجوس للتحكيم الدولي، وعضو المجلس الدولي أيضا لفض المنازعات إلكترونيا، وأستاذ زائر بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وزميل مركز القانون الدولي الخاص ومركز القانون الدولي بجامعة أبردين بالمملكة المتحدة، وعضو هيئة الخبراء الدوليين الملحقة بالمحكمة العليا لجمهورية الصين. هو أيضا عضو اللجنة الاستشارية الدولية للمركز السعودي للتحكيم، والرئيس السابق للمنتدى الإقليمي العربي بنقابة المحامين الدولية، ونائب الرئيس السابق للجنة الاستشارية بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي التجاري. دكتور محمد قد عمل كمحكما وخبيرا قانونيا ومستشارا في أكثر من 260 قضية شملت أطراف من أفريقيا وآسيا وكندا وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية أيضا، وهو معترف به عالميا كشخصية رائدة في مجال الاستثمار الدولي والتحكيم التجاري الدولي وقانون وممارسات البناء وقانون الطاقة والنزاعات المتعلقة بالبنية التحتية والقوانين الأفريقية والعربية والشريعة الإسلامية والقانون الدولي الخاص وحل النزاعات عبر الإنترنت. تم اختياره في 2021 ضمن أفضل 5 محكمين لجائزة الجار لأفضل محكم إعدادا للدعاوى. صنفته دورية هوز هو ليجل كأحد قادة الفكر والنخبة العالميين في 2023، وقالت أنه ممارس رائع وأحد أكثر الأشخاص جدية في العمل، عقله الحاد لا يتوقف أبدا عن الإبهار، إنه فريدا من نوعه. تقول عنه تشامبرز اند بارتنرز في 2023 على مستوى أفريقيا: محمد عبد الوهاب شخص ذكي للغاية وقادر تقنيا، إنه ذكي جدا في القانون ولكنه أيضا ذكيا عاطفيا. ليجل 500 2023 لتسوية المنازعات والتحكيم قالت عن دكتور محمد عبد الوهاب إنه محكم محترم للغاية وذو خبرة كبيرة ويتمتع بأعلى مستوى من النزاهة والأخلاق وعلى دراية بالعديد من أنظمة القوانين، القانون العام والقانون المدني والشريعة الإسلامية. ده تعريف بسيط عن الأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب. بشكرك يا دكتور على وجود سعادتك معنا اليوم، وبرحب بحضرتك، وأعتقد أن ده لقاء المجتمع التحكيم العربي والعالمي سيتابعه منتهى الشغف وسينتظره أيضا. شرف ليا والله، يعني انت اعطيتني اكثر من حقي بكثير، يعني انا اقل من ذلك بكثير، ولكن بشكرك شكرا جزيلا. العفو يا دكتور. النهارده عندنا مجموعه محاور هنحاول نبحر فيها مع سعادتك، ونبدا باول جزء من خبره حضرتك، وعايزين نتكلم عن حال التحكيم في العالم والعالم العربي. فبدايه، كيف تقيم حال التحكيم الدولي في الوقت الحالي؟ طبعا انا سعيد بتواجدي معك جدا يا استاذ سعد، والحقيقه شرف عظيم، وسعيد بتواجدي مع الساده الحضور والمشاهدين ان شاء الله. فيما يتعلق بالتحكيم في العالم، أعتقد أنه أصبح هو الخيار الأول فيما يتعلق بفض المنازعات، لأن معظم المنازعات التجارية الدولية والاستثمارية بيتم فيها اللجوء إلى التحكيم. بطبيعة الحال الاختصاص القضائي موجود، والقضاء دائما موجود في مختلف الدول وله كل الاحترام والتقدير، ولكن نفترض أنه طرف من دولة بيتعامل مع طرف من دولة أخرى، أو حتى مع دولة أخرى في مجال الاستثمار، سيصعب الاتفاق على اختصاص قضائي في حالات كثيرة، ويسهل الاتفاق على التحكيم. فأصبح التحكيم عبر عدة عقود هو الوسيلة المثلى والفضلى في فض المنازعات. ولكن بطبيعة الحال في اختلاف بقى فيما يتعلق
التحكيم في مجال منازعات التجارة الدولية وفي مجال منازعات الاستثمار الدولي. الوضع الحالي للتحكيم في العالم فيما يتعلق من الناحية الكمية، عدد القضايا التحكيمية في ازدياد، وده إن يدل على ازدهار التحكيم كوسيلة لفض المنازعات. طبعا في وسائل أخرى بديلة وجيدة وممتازة زي الوساطة على سبيل المثال، ولكن ما احنا بنتكلم في نطاق التحكيم لازال هو الخيار الأول والأفضل فيما يتعلق بفض المنازعات التجارية الدولية. فدي فيما يتعلق من حيث عدد القضايا. ولكن فيما يتعلق على سبيل المثال بمنازعات الاستثمار، واعتقد يمكن الحديث ياخذنا الى ذلك، هنالك بقى مجال ل ريفورمز زي ما بنقول، انه تحديث وتعديل و ادريسنج او تناول ما تراه بعض الدول من مشكلات تعتري الممارسات التحكيميه في مجال منازعات الاستثمار الدولي. وهنا مركز حسم منازعات الاستثمار في واشنطن اللي هو الاكسد، والأونسترال اللي هي لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، اتخذوا خطوات شديدة جدا وكثيرة لتحديث مختلف الممارسات في مجال التحكيم في مجال منازعات الاستثمار، ونتج عنها تطورات عديدة. من ضمنها عندنا ما يسمى الكود اوف كوندكت أو مدونة السلوك أو الأخلاقيات اللي تتعلق بالمحكمين. ليه؟ بطبيعة الحال التحكيم في مجال منازعات الاستثمار له أهمية، لأن التحكيم في مجال منازعات الاستثمار بيكون فيه طرف دولة وبيكون فيه الناحية التانية مستثمر، وبالتالي يجب الاستيثاق من غياب أي شيء يشوب مصداقية العملية التحكيمية وشرعيتها. وأول ما يتعلق بمصداقية وشرعية العملية التحكيمية هم المحكمين، فلازم التأكد من المحكمين خاضعين فيما يتعلق بأنه الحيدة والاستقلال وعدم وجود تعارض مصالح. وبالتالي مدونة السلوك اللي صدرت تناولت عدة أمور كانوا بيعتبروا أنها تشكل بعض المآخذ على منظومة التحكيم. ودايما التحكيم في تطور، ولكن هذا التطور والاستحداث في مجال الممارسات التحكيمية لا ينال من أن التحكيم في العالم أصبح زي ما قلت قبل كده هو الوسيلة المثلى والفضلى في مجال فض المنازعات. طيب يعني ايه هي ابرز التحديات اللي بتواجه التحكيم الدولي اليوم؟ يعني لو جينا اتكلمنا على مثلا الهيئات التحكيميه في ظل تنوع الانظمه القانونيه والثقافات المختلفه، ده جزء اكيد من التحديات اللي بيواجهوها، بس ايه بشكل عام التحديات اللي بتواجهها التحكيم الدولي في مجتمعنا حاليا؟ شوف، في تحديات حقيقيه زي ما انا بحب اقول كده، وفي تحديات ناتجه عن معتقدات خاطئه او اراء ملهاش اساس. خلينا نتكلم انه دايما التحكيم في مجال منازعات التجاره الدوليه غير في مجال الاستثمار الدولي. اكيد التحديات، اول تحدي بيواجه الاثنين بصوره كبرى التكنولوجيا، وده هنتكلم فيها، واستخدام الذكاء الاصطناعي وما الى ذلك، فده هنتكلم فيه، فده تحدي قائم. التحدي الاخر هو مساله عنصر الزمن والكلفه، وده اللي بيخلي كثير من المؤسسات التحكيميه والمراكز والمنظمات اللي بتتعامل في مجال التحكيم والضالعين في منظومه التحكيم بيبذلوا قصارى جهدهم لتحقيق افضل ما يمكن من حيث تقليل عنصر الزمن وتقليل الكلفه قدر الامكان، لان التحكيم منظومه مكلفه، ما هياش منظومه بسيطه من حيث الكلفه. وبالتالي التحديات في هذا الاطار قائمه وموجوده، ولكن بيتم التعامل معها. ده نوع آخر. في نوع ثالث من التحديات وهي ناشئ عن معتقدات، إنه نفترض إنه دول متقدمة أو مصف دول العالم الأول ودول نامية أو في سبيلها إلى التقدم والالتحاق بمصف الدول العالم الأول. هل رؤية التحكيم بحسبان إنه بيخدم مصالح فئة على حساب فئة أخرى؟ الإجابة لا. فالمعتقدات اللي بتكون سائدة إنه بيخدم مصالح فئة لفئة أخرى ده مش معتقد له أساس. ولكن المشكلة بتيجي منين؟ بتيجي من إنه إدارة العملية التحكيمية ومنظومة التحكيم في العالم ككل لابد أن يكون المطلعين بيها على علم بأساسياتها وعناصرها. فلابد يكون إذا كانت الدولة طرف يبقى الجهات الضالعة في الدولة تعلم بمنظومة التحكيم وعندها تشريعات منظمة لهذا الأمر، وعندها فرق عمل عالمة بالممارسات التحكيمية في المجال الدولي، والمحامين أو الوكلاء الأطراف الضالعين في مجال التحكيم عالمين بأفضل الممارسات، والمحكمين على علم بأفضل الممارسات. فإذا اجتمعت وتضافرت هذه الجهود
العملية التحكيمية بتكون عملية ناجحة جدا وللغاية، لأن كل شخص محترف في هذا الإطار يعلم كيف تدار العملية التحكيمية وكيف يتم التعامل مع المنازعات في إطار منظومة تحكيمية ناجحة. ممتاز. طب احنا كده اتكلمنا على الدول، واتكلمنا قلنا في دول نامية وفي طريقها النمو، واتكلمنا برضو على الثقافة اللي موجودة في بعض الدول. طب يعني الوضع الاقتصادي والسياسي العالمي بقى بيأثر ازاي في التحكيم؟ يعني احنا اتكلمنا النهاردة على الجزئين دول. طبعا انت كلامك معك حق فيه، لأنه ما نقدرش ننفصل عن الواقع العالمي. اولا من ضمن، خليني اقول لك عشان اضم ده، من ضمن التحديات او النقاط الاخرى التنوع والاختلاف الثقافي، وايضا ما يسمى diversity and inclusion اللي هو المشاركين في العمليه التحكيميه. كيف يمكن ان نزيد من اشتراك محكمين ومحامين من دول ليست هي بطبيعه الحال بينظر اليها انها نمره واحد في مجال التحكيم. يعني تلاقي حضرتك امريكا، سويسرا، فرنسا، انجلترا، سنغافوره، دلوقتي دول كثيره معظم المحكمين والممارسين في التحكيم موجودين في هذه الدول وفي اوروبا. صحيح. طيب في افريقيا، الشرق الاوسط، امريكا اللاتينيه، كيف يمكن، واسيا، كيف يمكن للضالعين والممارسين واللي هم في كثير منهم مش بس مؤهلين ولديهم خبره وقدرات فنيه عاليه جدا، ولكن عندهم تالنت وسكيلز قويه جدا، انه كيف يستطيع ان يشاركوا في المنظومه التحكيميه العالميه. فهنا اول حاجه لازم يبقى فيه فيزيبيليتي، انه الواحد يبقى فيه رؤيه، وانه العالم في اطار الدايفرسيتي والانكلوجن يحتوي هؤلاء جميعا، زي الباحثين عن المجوهرات. او انا هقول حتى في مجال كرة القدم، انا بشبه ده دايما. يمكن في 2016 كان في مؤتمر بتاع الايكا اللي هو مجلس التحكيم العالمي، كان معمول في موريشيوس. فانا استخدمت في مجال كرة القدم، تلاقي افضل اللاعبين في مجال كرة القدم محترفين بيجيبوهم من افريقيا، يجيبوهم من امريكا اللاتينية، ويلعبوا في الدوريات العالمية ويصبحوا نجوم العالم. طيب لماذا لا نبحث عن هؤلاء ايضا في قارة افريقيا وامريكا اللاتينية وننهض بهم يصبحوا جزء منظومة التحكيم العالمي؟ فده نقطة مفصلية وهامة جدا على أهم التحديات والنقاط ناخدها في اعتبار. طيب نرجع بقى لنقطتك اللي كنت حضرتك بتتكلم فيها، وهي كيف نستطيع أنه نتناول في مجال التحكيم الدولي الدول النامية والدول العالم الأول، مصف دول العالم الأول، كيف يتم التعاون. لازم يبقى في رؤية مشتركة مش بس مدونات السلوك، في عندنا حاجة اسمها سوفت لو، انه ما هياش قوانين وتشريعات قائمة ولا يعني ملزمة، ولكن ممارسات تحكيمية متوافق عليها. هذه الممارسات لابد يكون الجميع عالمين بها ويشاركوا فيها، وفي صنع هذه الممارسات ما تبقاش ممارسات مفروضة من فئة على أخرى. فالمشاركة في صنع هذه الممارسات واستحداث أفضل هذه الممارسات مهم جدا جدا جدا. العالم في وضعه الحالي دلوقتي في أزمة اقتصادية في أنحاء كثيرة، في حروب، صح، في منازعات مسلحة وغيرها، في اختلافات ثقافية واقتصادية أدت إلى وجود تكتلات في مختلف التوجهات. بطبيعة الحال التحكيم وسيلة لفض المنازعات، بل هو زي ما كده عارف يقول لك ايه merchants of peace، انه تجار السلم، بمعنى انه التحكيم كان هو الوسيلة لفض المنازعات حتى اللي بين الدول وبعضها، بحسبان انه تجنب المنازعات المسلحة. احنا لا نستطيع ان ننفصل عن الواقع كبشر، لكن من يطلع بمهمة التحكيم كمحكم لابد أن يكون على حيدة واستقلال عن الجميع، وألا يتأثر بتوجهات سياسية أو اقتصادية معينة، بياخد في اعتباره المسائل القانونية ومسائل الواقع، واقع سياسي، واقع تجاري، واقع اقتصادي، واقع استثماري، واقع اجتماعي، بيؤخذ في الاعتبار طالما كان له أثر قانوني في إطار مطالبات الأطراف. لكن التحزب لجانب في مقابل جانب آخر ده ما ينفعش، يبقى المحكم فقط حيدته واستقلاله، وده هيفقد منظومة التحكيم شرعيتها. وبالتالي من يعمل في هذه المنظومة لا يستطيع أن ينفصل عن الواقع كبشر، ولكن كمحكم أو كمشارك في العملية التحكيمية لابد أن يكون إطاره ونطاقه محدد بالأطر القانونية والأطر المشروعة والأطر الاقتصادية والمطالبات اللي بيحددها الأطراف.
وده هنا بقى بيختلف من واحد للتاني في اطار خبرته، اطلاعه على ما يحدث في العالم، وعلمه بانه هذه الامور يجب ان توضع في نصابها الصحيح وتوزن بقدر حتى لا تؤثر على مشروعية التحكيم ولا شرعية اتخاذ القرار في إطار أي منظومة تحكيمية. ممتاز. حضرتك قلت نقطة أو أثرت نقطة مهمة جدا بخصوص المحكمين الجدد أو المحكمين التالنتد، ويمكن سعادتك ليك تجربة في الأكاديمية العربية للتحكيم، أو حضرتك عميد الأكاديمية الأفريقية للتحكيم، ودي هنرجع لها تاني لأن أنا عايز أتكلم في النقطة دي لأنها مهمة جدا. ولكن في نفس السياق اللي احنا بنتكلم فيه في الوضع الحالي، طب احنا دلوقتي اتكلمنا على حالة التحكيم، الوضع الحالي بقى ايه الاتجاهات الحالية اللي سعادتك بتلاحظها في مجال التحكيم الدولي؟ يعني ايه الاتجاه السائد حاليا؟ شوف، الاتجاهات انه زي ما بقول لك انه في اصبح سنسيتيفيتي وحساسيه تجاه انه ادخال وضخ دماء جديده في مجال التحكيم. فده اللي بنسميه DNI او Diversity and Inclusion. فده توجه مهم جدا، وده يمكن لو تتكلم على الأكاديمية الأفريقية للتحكيم كان الهدف هو إعداد كوادر أفريقية تستطيع أن تطلع بالمهمة التحكيمية كمحامين، كخبراء، كمحكمين، وإظهار أن هذه القارة مثلها مثل قارة أمريكا اللاتينية، زي آسيا، زي أوروبا، زي أمريكا وغيرها من القارات، لديها من الإمكانيات البشرية والموارد البشرية ما يؤهلها للمشاركة بفاعلية في مجال التحكيم. فده أول توجه DNI. اللي بنشوفه توجه آخر جديد في مجال التحكيم، كيف يمكن إدراج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وإدخالها في مجال العملية التحكيمية والممارسات التحكيمية، وده لا زال مرحلة البحث والتقصي لإيجاد أفضل الممارسات. توجه الآخر زي ما قلنا أنه القضايا في ازدياد، ولكن بنلاحظ أنه في إيه توجه موجود، ازدياد عدد المراكز التحكيمية والمؤسسات التحكيمية في العالم. وحتى دايما أقول كده أنه ممكن تزداد كل مدينة، مش كل دولة عايزة يبقى فيها مركز تحكيم، بل في مدن فيها أكتر من مركز. فأصبح أنه في كل منطقة، مش منطقة عامة، منطقة أذن حي مركز تحكيم. ده مش بطبيعة الحال مش هيكون بالضرورة وسيلة ناجحة، ولكنه فائدة ده إيه؟ خلينا نبص للجانب الإيجابي. ازدياد الوعي التحكيمي وفكرة سيادة القانون وإيجاد وسيلة سلمية لفض المنازعات وإعداد الكوادر السليمة للاطلاع بهذه المهمة. بس ده بيتطلب أنه هذه المؤسسات والمراكز تكون لها مصداقية ومشروعة. للأسف احنا في بعض الأحيان في مؤسسات ومراكز عندها علامات استفهام كبرى حول هدفها ايه واهدافها ايه. فدي نقطة مهمة، ولكن التوجه انه في ازدياد في هذه المراكز. طبعا في رأي بيقول لك طب ما هو علشان نتأكد من سلامة وحسن إدارة هذه المؤسسات يتم وضع تراخيص لها. هذا التوجه مش متسق مع التوجه العالمي، لأن من يملك منح الترخيص يملك منعه. صحيح. فبالتالي لما نفترض انه حد او جهة بتمنح ترخيص وهذه الجهة يكون لها ناقة او جمل في النزاع ويصدر حكم التحكيم من الهيئة ضدها، هتزعل تقول لك طب انا بقى هقفل المركز ده. فده مش طريقة طبعا. ولذلك استقلال مراكز التحكيم في غاية الأهمية. الممارسات بتفرز بطبيعة الحال الغث والثمين، وبتبين ايه المستحسن والمستهجن. فده توجه إضافي. شايفين توجه آخر إنه القضاء في مختلف الدول أصبح قضاء واعي جدا بالممارسات التحكيمية، مساند للتوجهات التحكيمية السليمة والقويمة في هذا الإطار. التوجه بقى اللي أنا شايفه على المستوى الشخصي إن كل الناس عايزة تشتغل تحكيم. بقى فجأة كل اللي بيتخرجوا من الكليات الحقوق وغيرها كله عايزين نبقى محكمين، مش حتى عايزين نبقى محامين في مجال التحكيم، فجأة عايزين نبقى محكمين. طب ما هو أنا عشان أبقى محكم لازم يكون عندي الأساسيات ومارست المهنة وشفتها وعرفت إزاي بتتعمل وإزاي بباشر الدعوة التحكيمية، علشان في مرحلة ما ممكن يبقى الواحد محكم. فأعتقد دي نقطة في غاية الأهمية، إنه الواحد يبقى عارف إنه التحكيم ده مش بالضرورة مسألة سفر وحوارات وأحاديث، لا ده في شغل، وشغل زي ما نقول راوند كلوك، إنه على مدار ال 24 ساعة قد يتطلب ده. وليه قد يتطلب ده؟ لأن حضرتك بتتعامل في منازعات تحكيمية دولية، الأطراف في دوائر زمنية مختلفة،
فبالتالي حضرتك ممكن يتبعت لك حاجه الساعه 12 بالليل عندك، يبقى 12 الظهر عندهم. صحيح. فلازم الواحد يبقى على مدار الساعه. فدي اعتقد التوجهات اللي بنشوفها حاليا، بالاضافه الى الاجتهادات اللي شايفينها لتحديث وتقويم الممارسات التحكيميه في مجال منازعات الاستثمار، اللي اديتكم مثل عليه مدونه السلوك للمحكمين. طيب، نقطة حضرتك أثرتها بخصوص النزاعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، أو عموما in general، أو يعني في العموم التكنولوجيا والتوجه التكنولوجي والاي اي والجزئية دي. إزاي بيتم التعامل مع النزاعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والعقود الرقمية في التحكيم؟ أنا أتذكر حضرتك كنا بنتكلم من فترة على إزاي التكنولوجيا دخلت في التحكيم النهاردة، وإزاي المتغيرات أو يعني الوضع الحالي بقى خطير لدرجة وكل يوم بنشوف حاجة جديدة. فلو حضرتك يعني تلقي لنا بعض الضوء على الموضوع ده، أكون شاكر ليك. يعني ده موضوع قريب جدا الى قلبي، لانه انا فعليا دلوقتي مر 24 سنه ان انا في مجال طبعا خلاف التحكيم، كمان الاونلاين ديسبيوت ريزولوشن او استخدام الوسائل التقنيه لفض المنازعات. ولما ابتديت ده في سنه 2000 كان المجال ده طالع بقاله مثلا 4-5 سنين، مجال الاونلاين ديسبيوت ريزولوشن اسمه ODR، فض المنازعات الالكترونيه. والمجال ده كان عباره عالم موازي لمجال التحكيم الدولي، يعني ما كانش فيه مشترك عناصر في الاثنين. فلما انا كنت في المملكه المتحده بعمل الدكتوراه، قلت طب انا مدخلي لعالم التحكيم لابد يكون عن طريق شيء مختلف ومغاير. فانا ذاك في سنه 2000 ما كانش الناس مهتمه بالتكنولوجيا، كانت لسه كانت التكنولوجيا دي بالظبط في بدايتها، وكانت لاكجري زي ما بنقول، ترفيه يعني. فلما ابتدينا اشتغل مع الODR جروب، وكانوا قانونيين منهم كثيرين منهم موجودين في دول مختلفة، ولكن قانونيين مش محكمين ولا مشتغلين بمجال التحكيم. فلما ابتديت اشتغل قلت لهم طب يا جماعة في عالم موازي وهو عالم التحكيم. كانوا هم فض المنازعات بالنسبة للODR كان عبارة عن ايه، او فض المنازعات الالكترونيا، كان الهدف منه انه معاملات التجارة الالكترونية بين المستهلكين ومستخدمي المواقع الالكترونيه زي مثلا اي باي وعلي بابا وغيرها، يعني غير ما تسمى مواقع كثيره، اللي هو التجاره الالكترونيه عباره عن تعاملات كثيره جدا من حيث العدد، ولكن كل معامله قليله القيمه. فبنسميها ايه؟ هاي فوليوم لو فاليو. فوليوم ليه؟ لانه عددها كبير ولكن القيمه قليله. فالناس مش هتروح تحكيم، لان التحكيم مكلف جدا، ومش هتروح ترفع دعوه قدام القضاء عشان تطالب $100. أكيد. فكان الODR هو الوسيله الناجعه. ليه؟ اولا بيتم فض المنازعات الكترونيا عبر الانترنت، فهي وسيله مماثله للعمليه التجاره الالكترونيه اللي بتتم عبر الانترنت، فهي وسيله مشابهه للمعامله. ثانيا مش مكلفه، وغالبيه الضالعين فيها اتعابهم مش عاليه. ثالثا او رابعا انها ابتدت الشركات تدخل في هذه المنظومه وتبايع وتبارك هذه المنظومه من خلال حاجات مثلا اسمها تراست مارك سيل. تراست مارك سيل ده زي ايه؟ ان حضرتك بتاخد ختم الصلاحيه او ختم الشرعيه. لما تيجي حضرتك كده تتعامل مثلا مع شركه او حد بيبيع لك في تراك ريكورد، فبيقول لك والله انا واخد حاصل على شهاده الايزو، حاصل على شهاده مش عارف ايه ختم كذا. فكان الODR ده فيه تراست مارك سيل، انه حضرتك طالما تعاملت مع جهه فض المنازعات دي، فاحنا شفنا انك تاجر محترم وبتراعي اخلاقيات المهنه وبتتعامل مع المستهلكين بصوره محترمه، فبالتالي انت مجاز من جانبنا، ولو في نزاع احنا نفصل فيه. فابتدت الشركات تدخل في هذا الامر، وترتب عليه انه اصبح هذا المجال اللي هو العالم الموازي parallel universe، فعلا عالم موازي، اصبح له مريدينه واعماله. فكنت انا بأنادي قبل بقى سنة 2020 ابتداء، كان في مؤتمر في 2010 في مقر الأمم المتحدة في فيينا على الODR، انه عايزين نستخدم فض منازعات الكترونيا في مجال التحكيم الدولي للمنازعات كبيرة القيمة مش قليلة القيمة. فكان طيب وهنعمل ده ازاي وبتاع، فابتدوا اتقدمنا بطلب للأمم المتحدة، ووركينج جروب 3 في الأونسترال، لجنة الأمم المتحدة الأونسترال، أنشئ ابتداء لفض المنازعات الإلكترونيا، اللي هو حاليا الوركينج جروب 3 ده مجموعة العمل الثالثة دي اللي هي المنوط بيها
ايجاد افضل الممارسات القويمه في مجال منازعات الاستثمار الدولي. ولكن منشأ هذا الجروب كان فض المنازعات الالكترونيه، وجه في 2016 اصدر عنده ما يسمى تكنيكال نوتس، انه عباره عن مدونه تقنيه بتوضح اسس فض المنازعات الكترونيا وافضل الممارسات فيها. وانتهى عملها في هذا الاطار في 2016. نتج عنه بعد كده انه وجدت ما يسمى اي كودر او الانترناشونال كونسل فور اونلاين ديسبيوت ريزولوشن، المجلس الاعلى لفض المنازعات الالكترونيه. ده مش مؤسسه تحكيميه ولا مؤسسه هي اللي بتصل في المنازعات، ولكن دوره كده ايجاد افضل الممارسات في مجال فض المنازعات الالكترونيه. وابتدى بقى يدخل معانا في المجموعه دي ناس بيمارسوا التحكيم. طبعا اللي حصل بقى من 2016 ل 2020 ان ابتدت الناس تعرف بهذا المجال، ولكن لسه مش معروف في مجالنا في التحكيم الدولي بصوره كبيره جدا. 2020 حصل او 2019 حصل حدث مهم جدا اثاره شفناه في 2020، وهو ايه؟ كوفيد، جائحه كورونا. صح. جائحة كورونا ترتب عليها ان كل سبل فض المنازعات المعتادة اللي وجها لوجه اصبحت صعب نتيجة الميجرز او الاجراءات والتدابير الاحترازية اللي ابتدت الدول تتخذها. فابتدينا نعمل الجلسات عبر الاثير وعبر الانترنت، وفجأة بقت كل الناس متخصصة في التكنولوجيا، وبقت كل الناس تقول لك فض المنازعات الالكترونية ده مجالنا وبنشتغل فيه من زمان. طب الحمد لله، لانه اصبح له مجال. حصل بقى ايه؟ انه هنا التطور. فجائحة كورونا وضعت الناس امام مسؤولياتهم، انه التكنولوجيا اصبحت لم تعد ترفيه، ولكن اصبحت جزء هام جدا حتى يمكن الاستمرار في حسم المنازعات. صح. فرق مجال التحكيم الدولي عن فض المنازعات الالكترونيه في فرق جوهري مهم جدا. مش بس موضوع قيمة الدعوة، انه فض المنازعات الالكترونيه يشمل القضاء ايضا وليس فقط التحكيم. يعني قضاء كثير من الدول زي على سبيل المثال الصين، البيجينج عندهم بيجينج انترنت كورت، محكمة الانترنت في بيجينج دي بتفصل حضرتك في مئات الالاف من القضايا سنويا. مئات الالاف سنويا، عبارة عن فض منازعات الكترونية باستخدام القضاء. ففض المنازعات الالكترونيه منظومه متكامله للقضاء والتحكيم والوساطه وغيرها. فهي تقدر تقول عالم شامل لكل وسائل فض المنازعات البديله والقضاء. في حين ان التحكيم طبعا بنتكلم عن وسيله موازيه او بديله لاختصاص القضاء الوطني. فده فارق مهم جدا. التطور اللي شفناه بقى حاليا بعد كورونا ده، انه الريسيرش اند ديفلوبمنت او البحث والتطور في هذا المجال، أصبحت شركات بتستثمر في إيجاد سبل سواء كان هاردوير أو سوفت وير إلكترونيا لمساندة تحكيم الدولي، العملية التحكيمية. فابتدينا نشوف شركات بتعمل، شركات خدمات بتقدم خدمة للمتعاملين في مجال، على سبيل المثال انت راجل طبعا خبير وده مجالك، في منازعات المقاولات، عقود التشييد والبناء. الدعاوى ممكن تبقى الأوراق فيها مش بعشرات الالاف، بمئات الالاف. مئات الالاف، صحيح. طيب عشان الناس تقرا، ما مش كل واحد هيقرا كل الكلام ده 100,000 صفحه، ولا المحامين حتى اللي بيترفعوا في القضيه. فابتدت شركات تبدي سوفت وير، انه حضرتك السوفت وير ده يبتدي يعمل بروسيسنج للدوكيومنتس دي، بيج داتا اناليسيس بالظبط. فابتدى يعمل ده، ابتدى المدخل انه نعمل اناليسيس دوكيومنت دي ونديك الهايلايتس واهم النقاط فيها، ونشوف ايه الدوكيومنتس لما تعمل سيرش تيرم بطريق البحث عن بعض العبارات تطلع لك الدوكيومنتس المرتبطه والريليفنت، بدل ما كان بيكون بعنصر بشري. فعندنا كمان الستينوجرافرز او اللي هم بيعملوا كورت ريبورتنج، اللي بيدوك لايف نوت، اللي بيدونوا محاضر الجلسات. اصبح في سوفت ويرز بتعملها مش بس عنصر بشري. صحيح. فابتدت تدخل هذه الخدمات الموازيه. فابتدى العالم ينظر لهذا الامر انه الله، طب ما دلوقتي كمان في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في غاية الأهمية. وابتدى التساؤل اللي كل الناس بتسأله وبيتعمل عليه مؤتمرات وكل الناس تتكلم فيه، هل الذكاء الاصطناعي سيحل محل البشر في مجال التحكيم؟ وطبعا كل الناس الضالعين في المنظومة التحكيمية سواء كانوا محامين أو محكمين يقول لك لا، مش ممكن، العنصر البشري لا بديل عنه. لازم نكون واقعيين. العنصر البشري لا بديل عنه بالنسبة لمين؟ بالنسبة للنهاردة ده حقيقي، وبالنسبة للمرحلة اللي وصلنا فيها في التكنولوجيا ده حتى الآن. لكن بعد بضع سنوات المسألة هتختلف تماما. مستقبل. والأجيال الجديدة التكنولوجيا أصبحت جزء لا يتجزأ من حياتهم. صحيح. فبالتالي العنصر البشري اللي بنتكلم عليه ده في
اصبح في انه اضمحلال بعض الشيء واثاره بتخف حدتها. فوارد جدا انه يبقى في مجال انه اذا وصل الذكاء الاصطناعي الى مرحله انه يستطيع انه يبقى في عنصر الكرياتيفيتي اللي هو بتسميه بقى artificial general intelligence، مش AI، AGI. فالارتفيشال جنرال انتليجنس ده بقى اللي هو الفرق عن الاي اي ايه، ان element of creativity، انه القدره على يبقى فيه استلهام، ابتكار، creativity، ابتكار بالظبط، اللي هي العقل البشري عنده القدره الابتكاريه. صح. فالقدره الابتكاريه دي لو الارتفيشال انتليجنس قدر يعملها، وابتدوا دلوقتي نشوف التطبيقات ان هو بيتعلم، ما انت كل ما تستخدمه بيتعلم، صحيح، هيقدر ينافس. النقطة الناس بتقول طب ده هيحل محلنا، أنا بشوف الوضع مختلف، بشوف إنه هيكون فيه الخيارين متاحين. زي ما حضرتك النهاردة بتروح يقول لك والله عايز حضرتك بدلة شيك جدا وممتازة جدا وأنيقة جدا، نعملها لك في 24 ساعة لأنه عندنا مكان بيعمل بروسيسنج وبيطلعها لك، ولا عايز حاجة هاند ميد وهتبقى أغلى لأنه الصنعة بقى فيها العنصر البشري. هيحصل نفس المسألة في مجالنا، وبالعكس ده دلوقتي حاليا في الصين على سبيل المثال، انا عمال بدي امثله لانه ده التانجبل ايفيدنس اللي موجوده. طبعا في الولايات المتحده الامريكيه في سيليكون فالي دول اوريدي شغالين فيما يتعلق ب مسائل التكنولوجيا كلها وتطبيقاتها المستحدثه، ولكن الصين على سبيل المثال في مراكز ومؤسسات تحكيميه بتستخدم الذكاء الاصطناعي حاليا للتعامل مع آلاف القضايا اللي عندها، لانه العنصر البشري من جانب المتعاملين في هذا الامر ما يستطيعش انه يدير هذه الدعاوى التحكيمية إلا بمساندة الذكاء الاصطناعي. فابتدى الذكاء الاصطناعي يدخل في إدارة الدعاوى من جانب المؤسسات التحكيمية، وابتدوا يدوا المحكمين نماذج أحكام المحكم يملاها أو يضيف إليها في التسبيب. فبمرور الوقت هيحصل عندك إيه؟ إنه والله حضرتك عايز حكم بيصدره الذكاء الاصطناعي في إطار إنه اطلع على السوابق المختلفة ولقى ان الاحكام مثلا في مسألة معينة بتصدر بشكل معين، فيطلع لك الحكم في عنصر في زمن قياسي. زي ما قلنا بقى انه مسألة لم تعد فقط ذكاء اصطناعي في مواجهة ذكاء بشري، بل انه في شركات دلوقتي تعمل في مجال الرقاقات اللي هي تشيبس، مايكرو تشيبس كده، تستخدم. طبعا الاستخدام وخدوا اجازة من الولايات المتحدة الامريكية انه البدء في الكلينيكال ترايلز على البشر، انه تجارب تتعلق بايه؟ انه نفترض انه شخص من ذوي الهمم او عنده مشكله في الابصار او في الحركه، فهيبقى في رقاقه توضع في المخ. هذه الرقاقه تستطيع انه تخليه يبصر عن طريق عصب الابصار، او تخليه يقدر يمشي ويتحرك بعد ما كان في مشكله معينه. دي زي التجربه اللي عملها ايلون ماسك يعني الفتره ما هي الشركه بقى من ضمن الشركات شركه نيورالينك، اللي هي طب زي ما قلت ايلون ماسك مشكورا يعني. واقع الحال بقى انه ده وارد جدا هيستخدم في ايه؟ طب اذا انا النهارده هعمل رقاقه توضع في العقل البشري للتعامل مع هذا الامر، ما ممكن هذه الرقاقه تخلي انه يبقى عندك زي ميموري كارد اللي بتحطه في التليفون، يبقى عند البشر كده في كده افلام عندنا مش كان في بالظبط يعني بتاع الليمبي 8 جيجا الليمبي 8 جيجا. فتلاقي ده فوارد جدا انه في المستقبل البشر يبقى لديهم امكانيات معينه تساعد كمان الارتقاء بها، فما يبقاش بس ذكاء اصطناعي في مواجهه ذكاء بشري، بل البشر ممكن يبقى فيه لديهم رقاقات معينه تساعد في اعطائهم امكانيات اعلى. ده انا كنت هسال حضرتك على التدريب والتاهيل للمحكمين، احنا كده وصلنا لمرحله اعلى من فكره التدريب والتاهيل العادي، احنا بنتكلم في مستقبل. طب يا دكتور عشان نرجع للنقطه دي او عشان نواكب الموضوع ده، احنا بنتكلم دلوقتي على الذكاء الاصطناعي وازاي بقى في المستقبل هيبقى موجود. ازاي بقى المتغيرات دي هتأثر على القوانين والإجراءات، وازاي القوانين والإجراءات تقدر تتطور عشان تواكب هذه التغيرات؟ طبعا اولا خد بالك التشريعات التحكيمية سواء كانت معظمها قوانين إجرائية. أكيد. التشريعات التحكيمية الطبيعي المدة الزمنية بتاعتها عشان يعاد النظر في أحكام بعض التشريعات 10 سنين. يعني كل 10 سنين لابد إعادة النظر في منظومة تشريعية لرؤية إذا كانت تواكب العصر ولا لا. ده الكلام في الماضي يعني، ده الكلام اللي هو في الماضي ولحد النهارده. مع التكنولوجيا كمان وارد ان المده دي تقل اكيد، لكن من ضمن التعديلات الوارده ايه؟ انه معظم هذه المنظومه التشريعيه في العالم كله في مختلف الدول قائمه على ايه؟ انه النظر
عناصر العمليه التحكيميه على انهم بشر. المحكم وحده واستقلال بيخاطبهم انهم بشر. صحيح. يعني على سبيل المثال تنزانيا ودوله افريقيه عدلت التشريع الخاص بالتحكيم سنه 2020 عشان تضعه في مصاف التشريعات التحكيميه الافضل في العالم. فخدوا على سبيل المثال قانون التحكيم الانجليزي اللي هو سنه 96 اللي دلوقتي المملكه المتحده على فكره بتعدل فيه، و2024 ممكن يبقى وارد تعديلات بسيطه يعني. ولكن تأست تنزانيا بهذا التشريع وعملت التشريع الخاص بالتحكيم فيها. التشريع ده مفترض ان المحكم بشر. طب لو حضرتك دخلت في سكه الذكاء الاصطناعي وارد جدا يبقى عندك احتياج لتعديل ان كنت ترى انه ده مقبول، لانه في دول ممكن تقول لك انا مش هقبل انه يعتد بشيء غير بشر كمحكمين. لكن على فرض ان دوله انتحت منحى انه هذا مقبول، هيترتب عليه تعديل تشريعي. فكره الحيده والاستقلال ومنظورها ايه دلوقتي، في العديد من الابحاث والدراسات اللي بتوضع على مفهوم الحيده والاستقلال في مجال التحكيم مقارنتها والحيده والاستقلال في مجال القضاء. تمام. يعني جامعه كوين ماري في المملكه المتحده، ودلوقتي اخذوا كمان الريسيرش ده في جامعه سنغافوره، بيبحثوا هذا الامر وبيشوفوا انه هل نفس القواعد يخضع لها المحكمين ولا لا. فده قد يترتب عليه إعادة النظر في فكرة الحيدة والاستقلال من الناحية التشريعية. احنا لسه بننادي من أفضل الممارسات في الحيدة والاستقلال، احنا دلوقتي بننتقل لمرحلة تانية. ما انت هتبتدي بالظبط تشوف بقى ايه هي الممارسات الأفضل، وهل تتأسى بما ينطبق على القضاء أم لا. فدي نقطة. هتلاقي عندك في الإضافة لده كمان ايه، انه النص بصورة واضحة على استخدام الوسائل والوسائط التكنولوجية والتقنية في مجال التحكيم. احنا سوفر عندنا 3 تشريعات خلينا اقول كده يعني موجودين في عالمنا العربي فيهم نصوص صريحة على هذا الأمر، على استخدام التكنولوجيا وعقد الجلسات عبر استخدام الانترنت والوسائط الإلكترونية وكل. تشريع الإماراتي تمام قانون رقم 6 لسنة 2018. أكيد. ثم عندنا التشريع في دولة قطر بيشير إلى استخدام الوسائط التقنية الحديثة في مجال التحكيم. صحيح. قانون رقم 2 لسنة 2017. صحيح. وعندنا التعديل التشريعي اللي تم في المملكة الأردنية الهاشمية. في من ضمن التعديلات إضافة استخدام الوسائط الإلكترونية. فكل الدول اللي هتعدل تشريعاتها ستحذو هذا الحذو أيضا في هذا الإطار، فهتلاقي فيه التعديلات دي. ده بالإضافة بقى إلى فكرة احنا عندنا على فكرة في منظومة التحكيم العالمي حاليا فكرة في غاية الأهمية، وهي مقر التحكيم، the place of arbitration أو the seat. ليه؟ لأن هذا المقر بيحدد الاختصاص القضائي بدعوى البطلان من حيث المبدأ. صحيح. الدولة اللي قضاءها منوط بيه تعيين المحكمين إنك لا طرف عن التعيين في إطار تحكيم حر مش مؤسسي. المساعدة القضائية المطلوبة من القضاء للعملية التحكيمية إن طلب المحكمين ذلك. فبالتالي مقر التحكيم له أهمية كبرى في المنظومة الحالية. صحيح. أنا زي ما تقول كده I'm predicting وبتوقع إنه ستتراجع أهمية المقر مستقبلا. ليه؟ لأنه كلما ازداد استخدام الوسائط التقنية والتكنولوجية والذكاء الاصطناعي وعقد الجلسات عبر الانترنت ستتراجع الأهمية الجغرافية للمقر وقيمته القانونية، ومش هتحتاج إنك يبقى عندك هذا الأمر بصورة كما نراها الآن. بل من ضمن المشروعات اللي الدول حاليا بتبحثها قيد الدراسة فكرة استخدام وعمل معاهدة دولية تتعلق بأنه بدل ما حضرتك بتطبع حكم التحكيم على ورق وتمضيه وتاخده وتنفذه في دولة أخرى، يبقى استخدام معاهدة دولية عشان الحكم اللي صدر ده يتم إرساله إلكترونيا للدولة المطلوب فيها التنفيذ من غير ما يبقى فيه أي عنصر ورقي، مباشرة بدون أي تعقيدات. ودي تعديلات حاجات يعني بنتكلم على حاجات بسيطة، فما بالك بقى الاستخدام تعديلات أخرى تتعلق بممارسات تحكيمية وسماع الشهود والخبراء وما إلى ذلك. فبالتالي لا محالة هيكون في تعديل في التشريعات في ظل تغير المنظومة التحكيمية المتكاملة في العالم. صحيح. ويمكن التطورات دي كمان في القوانين هتفرق قدام في الممارسات بتاعت التحكيم الدولي. طيب اتكلمنا دلوقتي على العوامل الرئيسية أو يعني بعض العوامل الرئيسية اللي أثرت على تطور التحكيم الدولي في العالم عموما. إيه العوامل التانية غير الذكاء الصناعي اللي ممكن تؤثر كمؤثرات على تطوير العملية التحكيمية في العالم أو في التحكيم الدولي عموما؟ هقول لك من ضمن المتغيرات اللي بنشهدها على الساحة دلوقتي الانتقال التدريجي من الغرب إلى الشرق.
بمعنى المملكة المتحدة وسويسرا وفرنسا ومع الولايات المتحدة الأمريكية كانوا من ولا زالوا من المقرات الكبرى والدول اللي التحكيم فيها يشار إليه بالبنان. وطبعا كل أوروبا، ألمانيا وغيرها، لكن ده كان متركز كله، تقدر تسمي هذه المنظومة الغرب. صحيح. سنغافورة وهونج كونج طلعوا في الشرق في آسيا. صح. واجتذبوا العديد من العناصر البشرية اللي بيعملوا، يعني كثير من المحكمين والمحامين اللي كانوا بيبشروا عملهم في المملكة المتحدة انتقلوا للإقامة في سنغافورة وهونج كونج. صحيح. ومع هذا الانتقال ارتقينا كمان انه في ايه، صعود لمراكز ومؤسسات تحكيمية زي مركز سنغافورة للتحكيم الدولي، مركز هونج كونج للتحكيم الدولي، بالإضافة للمراكز الموجودة في الصين وفي ماليزيا وإندونيسيا وغيرها. لكن المركزين دول استطاعوا يجذبوا عدد من القضايا الإقليمية والدولية اللي خلى العالم دلوقتي بعض الشيء وتدريجيا يرتفع إلى مصاف المقرات التحكيمية المعتادة، اليوجوال arbitration seats. فبالتالي هذا الانتقال التدريجي سيستتبعه بالضرورة انه تواجد اقوى للشرق الاقصى، وبالمقابل الشرق الاوسط. على سبيل المثال عندك النهارده في منطقتنا العربية طبعا في مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي، في مركز دبي للتحكيم، في مركز عندكم في قطر، لكن في المركز السعودي للتحكيم الدولي صاعد بقوة، وكان عندهم أسبوع ناجح جدا للتحكيم. كانوا هدفهم استقطاب 1500 واحد، جاء 4500 واحد لأسبوع الرياض لفض المنازعات. فأسبوع كان ناجح جدا. فبالتالي ده بيديك انطباع انه في اهتمام كبير من جانب الغرب لما يحدث في الشرق، وانتقال تدريجي. طبعا في منظمات تحكيمية زي غرفة التجارة الدولية في باريس، دي مركز تحكيم بيباشر مهامه في مختلف دول العالم. صح. ما هوش مقيد بإقليم معين، فسيظل موجود وسيظل ناجح وله أكبر عدد من القضايا ومحترم جدا وكل شيء. لكن لا نستطيع أن ننكر أنه في شواهد بتدل على انتقال. وطبعا مع نجاح هذه المراكز التحكيمية، زي ما بقول لك مركز سعودي مراكز الناجحة جدا، تجربة حقيقة يعني يشار إليها بالبنان. بل المملكة التطور اللي بتشهدوه تطور ممتاز، وأيضا شفنا في قطر وتنظيمها لكأس العالم وما إلى ذلك. فبالتالي والمحافل الأخرى، فبالتالي في توجه واضح، صعود. أسبوع دبي للتحكيم أصبح من أهم أسابيع التحكيم في العالم. صح. فبالتالي أصبحت هذه المناطق ترتقي إلى مصاف المقرات المختلفة، في منافسة شديدة كمان. بالضبط. فبالتالي في تحول، بدل ما كان كله مركز في الغرب أصبح أيضا مركز في الشرق. بل هقول لك عنصر آخر من غير بقى نخش في تفاصيله، نتيجة بعض المنازعات أو النزاعات المسلحة والإقليمية اللي موجودة في أقاليم غير عندنا في عالمنا العربي، أصبحت هذه المنازعات اللي في منها جزء مع أوروبا ومع دول أخرى ابتدى إنه يبحثوا عن مقار للتحكيم ومحكمين من أقاليم أخرى في العالم، ناس ما لهمش ناقة ولا جمل في النزاع. صحيح. وبالتالي أصبحت الناس بتبص دلوقتي يقول لك طب ما نعمل تحكيم ده في مصر، في المغرب، في دبي، في قطر. ليه؟ لأنها تعتبر مقرات وأقاليم نيوترال، محايدة بالنسبة لهذه المنازعات. صحيح. قس على ذلك الكثير وهتلاقي انه في تحول في كل هذا الامر، بل ايضا في صعود في اقتصاديات هذه الدول، النمور الاسيويه واقتصادياتها، والدول في الخليج وامريكا اللاتينيه ايضا. مجال امريكا اللاتينيه نجحوا نجاح باهر جدا في فرض الثقافه الخاصه بهم في التحكيم. يعني البرازيل على سبيل المثال نجحوا انه اللغه البرتغاليه تستخدم بصورة كبيرة جدا في التحكيمات الدولية اللي في أمريكا اللاتينية. اللغة الإسبانية أوريدي مستخدمة بصورة كبيرة جدا. فأصبح رغم أن اللغة الإنجليزية دومينيتنج أو بصورة هي اللغة رقم واحد، لكن في اللغة الفرنسية واللغة الإسبانية والبرتغالية، بل أيضا الماندرين أو الصينية أصبحت كمان بتستخدم في مجال التحكيم. وده اللي مخلي أجيال كثيرة من الشباب حاليا يدرسوا أكتر من لغة عشان يبقى عنده قدرة أنه يبقى عنده ماركت أكسس، دخول في هذه الأسواق الكثيرة اللي أصبحت أيضا كثير منها في النواحي الشرقية أو في نصف الكرة
الجنوبي. طب انا عايز اقف عند نقطتين حضرتك ذكرتهم هنا في التجربتين دولت. اول حاجه تجارب يعني هونج كونج وسنغافوره والمملكه العربيه السعوديه، والجزئيه الثانيه جزئيه الاقتصاد. الجزئيه الاولى اللي عايز اسال حضرتك فيها بخصوص الدولتين دولت او التجارب دي، هل ترى ان هي تجربه دوله اكثر منها تجربه يعني فرديه لمركز، او يعني ازاي الدوله بتساعد او بتساند الجزئيه دي، وايه يعني مردود على الاقتصاد؟ يعني ازاي التحكيم يقدر يعمل مردود جيد على الاقتصاد؟ سؤالك رائع. خليني اقول لك، مفيش منظومه تحكيميه هتكون ناجحه في دوله او في اقليم دون ان ترعاها الدوله. والله لما يكون عندك مركز تحكيم يشار اليه البنان، لو الدوله قضاء وحكومه مش هتساند التحكيم يبقى مش هينجح. وبالعكس، ده مساندة الدولة والقضاء للتحكيم مش بس بتضمن نجاحه، ده بتضمن انه التحكيم يكون لديه مصداقية ومشروعية عالمية كمان، وتتأكد ان الممارسات قويمة. بالإضافة لده بقى في عندك حاجة مهمة جدا الناس ما بتنظرهاش. مش احنا دايما دولنا بتهتم بالسياحة؟ طبعا السياحة الدينية والعلاجية. انا بقى بضيف لك في السياحة التحكيمية. ده مصطلح جديد بقى. السياحة التحكيمية ده واقع. ليه حضرتك لما بتعمل مقر للتحكيم، قس على سبيل المثال سويسرا، وهي دولة تعقد فيها تحكيمات على مدار الساعة. صح. عدد الناس اللي بيروحوا كمحكمين ومحامين وخدمات مساندة للعملية التحكيمية، من بقى الستينوغرافرز وهم الكتبة والمترجمين وكل ده، عدد مهول. صحيح. وهؤلاء الأشخاص الضالعين في المنظومة التحكيمية بينزلوا في أفضل الأماكن. فده مش السائح اللي جاي لك بدولار و2، دي الناس اللي بتنزل وتدفع فلوس كبيرة جدا. فبقى في دخل كبير جدا. ابتدت الحكومات في هذه الدول زي سويسرا وغيرها تعتبر انه السياحة مهمة جدا، من ضمنها السياحة التحكيمية او القانونية. ففي دولنا النهاردة حضرتك، سواء كان بقى عندك مصر، السعودية، قطر، البحرين، الامارات، ايا كان المكان اللي هتواجد فيه مختلف الدول، عمان، يعني مش عايز انسى طبعا دول المغرب العربي، كل الدول. اذا حضرتك بقى في سبورت قوي جدا ومساندة للمنظومة التحكيمية القويمة، حضرتك هيأتي بدخل وعملة صعبة لهذه الدول، وبالتالي يسهم في الارتقاء بالاقتصاد والاستثمار الأجنبي فيها. وده هيحسن تماما مش بس من دخل هذه الدول والناتج الإجمالي، لا، من صورة هذه الدول أمام العالم. بالزبط. إنه هذه الدول تصبح مقرات جديدة للتحكيم وبتساند التحكيم، وتصبح كمان اعتقد زي ما بنقول برو اربيتريشن. طبعا. وده هيساعد كمان ان لو المستثمرين عايزين كمستثمرين يجوا يستثمروا في هذه الدول، يقدروا يجوا باطمئنان لانهم عارفين ان هم زي ما يقدروا يدخلوا هيبقى عندهم مشاكل هيقدروا كمان يطلعوا. بالظبط. ويقدر يحلها في هذه الدولة لو أمن أن المنظومة التحكيمية فيها مستقلة ومحايدة. صحيح. طيب احنا اتكلمنا كده على المؤثرات والمتغيرات، ويعني اتكلمنا في عوامل كثيرة تانية. طيب المحكمين بقى، يعني العنصر البشري او احنا كمحكمين او يعني المجتمع التحكيمي، ايه دوره بقى وازاي نواكب هذا الامر او التطور؟ شوف، نجاح المنظومة التحكيمية دي زي ما قلنا ان الدول ان لم تساند فمش هتنجح. اقدر اقول لك ان العنصر الناجع في إسباغ المصداقية والثقة وإعطاء الأمان والشعور بمشروعية هذه المنظومة مرتبط بالمحكمين. وبالتالي هنا بقى زي ما بقول لك إنه في مثلث مهم جدا. أولا التأهيل العلمي والمهني. كنا بنقول إنه الناس بتحط أي حد يكتب كارت ويقول أنا محكم والكلام ده. لازم المحكم يكون زيه زينا أي شيء، دارس ومطلع. دارس، فلازم يكون عنده الأساسيات الهامة جدا لعلم التحكيم، لأنه ده علم. ويكتسب الخبرات والمهارات الفنية من خلال الدراسة والتدريب المهني. فده أول نقطة في المنظومة، تأهيل. تاني نقطة السلوك القويم. المحكم سمعة. صحيح. والسمعة دي المفروض يجب تكون جيدة. طبعا للأسف الشديد في التحكيم ده برضو في سوء سودة. أكيد طبعا. يعني زي ما في محكمين يشار إليهم بالبنان وأن سمعتهم حسنة وكل شيء، في محكمين للأسف عليهم علامات استفهام. والمشكلة إنه لهم سوء، يعني في ناس بتطلبهم لأنه حد عايز يبوظ قضية مثلا. فمهم جدا إنه هذا الأمر يكون نصب أعين. تأهيل السلوك القويم. والسلوك القويم ده
مرتبط بانه في اخلاقيات مهنه، زي ما قلنا في الاول انه مدونه السلوك اللي بنتكلم في مجال منازعات الاستثمار في غايه الاهميه. تمام. والناس تفهم ان التحكيم ده مش بيزنس. التحكيم ده مش بيزنس، حضرتك مش بتتاجر. المحكمين بالظبط، نتكلم المحكمين، حضرتك مش بتتاجر، حضرتك بتقدم خدمه مفروض ورساله. الخدمه هي خدمه فض المنازعات، مرتبطه برساله هي اداء العداله واحترام القانون وسياده القانون في اطار ما طرح علينا من وقائع في هذا الاطار. وبالتالي رائد المحكم لابد انه ما يكونش نصب اعينه المكسب المادي. المحكم لو محترم واكتسب ثقة الأطراف واكتسب ثقة الجميع سيأتي العامل المادي لاحقا. أكيد. لكن اللي هيبقى بيحدده فقط العامل المادي ده لن يذهب بعيد، فما هوش بيزنس. النقطة الثالثة انه اعداد الكوادر بقى، ان يكون في منظومة مؤسسية. مش المقصود مؤسسة انه معنية، لا، منظومة مؤسسية اللي بقصدها ايه؟ انه يبقى في منظومة معينة تفرغ الكوادر، جيل بيسلم جيل. ودي اعتقد اللي مسألة في غاية الأهمية. وهنا بقى يظهر دور مثلا حاجة زي CIR، ممتاز، المجمع الملكي للمحكمين المعتمدين. دوره ايه؟ دوره تأهيلي وتدريبي وثوت ليدرشيب، انه وضع الأطر العامة. صح. فلازم نأهل الناس وندربهم تدريب سليم، علشان في نهاية الأمر يعني في ناس كتير تقول لي طب انت مع الشغل مع القضاء بتجيب وقت منين تعمل تدريب ده اهم حاجة التدريب. ليه؟ لان حضرتك لما هتساهم في التدريب بتاع الناس، مش لانه ده ببلاش، ما بتاخدش عليه فلوس، صح. لكن بتؤكد انه اللي هيدخل من عناصر في المنظومة التحكيمية يتمتعوا بالسلوك القويم ومؤهلين، فهيسهلوا حياتك وانت محكم او انت محامي، تبقى الناس اللي قدامك فاهمة بدل صح. ما يبقى في مشكلات بتحصل. صحيح. لا، مهم جدا موضوع التدريب والتأهيل كمان بخصوص في المعهد الملكي للتحكيم. يعني كنا بنتكلم من فترة وبنسأل سؤال، طب هل هو التحكيم مهنة؟ يعني هل هو الناس بتنظر إليها كمهنة؟ ولو هي كمهنة، ايه هي العوامل او المقومات اللي تخلي واحد يقول على نفسه محكم؟ انا افتكر زمان واحنا لسه صغيرين يعني بنسأل احد اساتذتنا، فبتقول له هل انت محكم؟ قال لك انا لا ادعي ان انا شرف ان انا ابقى محكم. هي الناس هي اللي بتطلب منك ان انت محكم. فجزئيه السمعه دي اعتقد ان هي بتكتسب عن طريق الممارسه بتاعت الاشخاص. شوف، طبعا انت معاك حق، بس هو موضوع مهنه ده موضوع اصله شائك شويه، لانه هنقول فيها ايه. لو احنا اتكلمنا من ناحيه الواقع، في ناس في العالم ما بيعملش حاجه غير انه محكم. يعني ما بيشتغلش حتى محامي في تحكيمات، اللي هم اندبندنت. ما بيقول ما هو اندبندنت اربيتر ده بينطبق على اي حد، لكن في مكاتب وناس متخصصه فقط انه محكمين، بس ما بياخدش حاجه غير محكم. فدي لو انت منظرتها المنظور ده، هو مهنته اليوميه انه بيجلس كمحكم في دعاوى. لكن في واقع الامر هو قانوني، زي المهن الحره، المحاسب، المهندس القانوني. مش في مهندس ميكانيكا ومهندس هندسه طبيه ومهندس بترول؟ في اطار المهن الحره والقانوني ده في ناس قانونيين بيعملوا محامين ومحكمين وغيرها، وفي ناس فقط بيقتصر عملهم على محكمين. فاذا نظرت لها المنظور ده وارد، لكن لو هي بتنظر لها انه حد بس هيبقى مهنته اللي بيتكسب منها كأنه تاجر مثلا، لا، هي مش تجارة احنا قلنا. لكن لو هو عمله كمحكم، في ناس خلاص اقتصر عملهم على كده. على سبيل المثال، لو حضرتك النهاردة في مجال منازعات الرياضة ومسجل مع الكاس اللي هي محكمة التحكيم الرياضية في سويسرا، أكيد. حضرتك هذه المحكمة بتقول لك من الأول حضرتك عايز تشتغل معانا كمحكم ولا كمحامي، وعندهم قوائم مستقلة. لو هتعمل دي ما تعملش دي، ما يدخلوش الاثنين في بعض، ما بتدخل، فبتختار. بس ده ما يمنعكش انك تشتغل كمحامي في منازعات غير رياضيه، بس امامنا ده اختيارك. وده اللي مخلي دلوقتي في مجال منازعات الاستثمار في ديبيت وفي نقدر نقول اختلاف في وجهات النظر حول ده، اذا كان منظومه مقبوله يتم استجلابها او الاستئناس بيها في مجال منازعات الاستثمار ام لا. دي مساله خلافيه، لان واقع الحال انت حضرتك لما بتشتغل كمحامي برضو في التحكيمات، بتشتغل كمحكم، ما بتبقاش انت عندك ارتباط بفكرك ورؤيتك وان انت الصح وكل حد تاني غلط، لان عندك قبعات مختلفة تستطيع انك تختلف بينها، فبتشوف من منظور المحامي ومن منظور المحكم وكل شيء. صحيح. طبعا ده كله بافتراض انه ما فيش تعارض مصالح. صحيح. وبافتراض انه ما فيش اي شائبة تشوب حيدتك واستقلالك. صحيح. فهذا الاختلاف بيسهم في بعض الاحيان في ان الشخص ما يكونش عنده
اعتقاد بأن رأيه هو الصح والآخر هو الخطأ. في حاجه كمان يمكن لما حضرتك كنت بتتكلم على التاهيل والتدريب، يعني يمكن حضرتك بتعملها والمعهد الملكي بيعملها، ويمكن حضرتك بتعملها بصوره شخصيه اكتر كمان، فكره المنتورشيب او ان انت بترعى مجموعه من المحكمين الشباب، سواء ده مطبق في المعهد الملكي للتحكيم CIARB على بروجرامز منتورشيب مختلفه، او كمان حضرتك بيبقى عندك مجموعه من المحكمين اللي دايما بيلجأوا لك في بدايه قضاياهم، ودايما يبداوا يسالوا حضرتك في هذا الامر. طب دي معايير برضو من ضمن معايير التطوير لمهنه المحكمين في اعتقادي. ازاي بقى نقدر نطور معايير المحكمين في المستقبل؟ خلينا ننقل دلوقتي على المستقبل، احنا اتكلمنا عن المستقبل كتير قوي، تمام؟ ازاي نوصل ان احنا نطور معايير المحكمين دول في المستقبل؟ ازاي ان احنا نقدر نطور العمليه التحكيميه، او يعني مستقبل التحكيم في السنوات القادمه اللي احنا اتكلمنا عليه ده هيروح بينا فين؟ شوف، سؤالك برضو او نقطتك في غايه الاهميه. انا بشوف ان كلمه المستقبل دي في اي شيء، في اي شيء مش بس في التحكيم، دايما مرتبطه بشباب، لانه صحيح. مش هيبقى في مستقبل الا بشباب، صحيح، بفئات عمريه مختلفه. صحيح. حضرتك عشان تتكلم عن مستقبل في اي شيء لابد ان تعد من سيطلع باي مهمه معنيه في المستقبل. صحيح. محكمين، محامين، اساتذه، اطباء، مهندسين، ايا كان. الشباب دول ابتدوا من هم صغار، مش بس تين ايجرز. صح. فحضرتك النهارده لابد، ده بنتكلم على المنظومه المؤسسيه، يكون في برامج تاهيليه لهؤلاء. تمام. اذا حابب تتكلم على سبيل المثال ان المستقبل هو مرتبط بالتكنولوجيا، طب ما انت عايز عدد من المهندسين المتخصصين في البروجرامينج والسوفت وير وغيرها. صح. فالمحكمين، انا دايما حتى بتقول لي انه المنتورشيب ده فيه حاجات كثيره جدا. الايك عندهم منتورشيب بروجرام، CIARB عنده منتورشيب بروجرام. صح. مؤسسات تحكيميه ومراكز تحكيميه كثيره جدا، الICC وغيرها عندهم ياف واللي هم الشباب. عندك الافريكا اربيتريشن اكاديمي، تمام، اكاديميه التحكيم الافريقيه. فالمنتورشيب دي انا بشوفها في غايه الاهميه، وبشوف انه اي محكم يشار اليه بالبنان عليه التزام مساعده الاجيال الجديده، ومساعده الاجيال الجديده دي من هو صالح وليس طالح منهم، بمعنى انك تساند من فيهم امل وتساعدهم وانه يطلعوا ويبداوا. ما فيش الناس كلها هتبدا محكمين، ما يبدا انه يعمل في مجال القانون والتحكيم وما الى ذلك. فمهم جدا هذا الامر، اعدادهم هنرجع تاني للمثلث الاساسي: تاهيل، اخلاقيات، ممارسه عمليه، من خلال منحهم فرص. فده كله متاح حاليا دلوقتي، ومتاح باكثر بالنسبه للمستقبل من العهد السابق. صح. يعني من 10 سنين ما كانش ده متاح بالصوره الموجود فيها حاليا. فده بيخلي حتى الناس تقرر هل هي تستطيع انها تعمل في مجال التحكيم ام لا. صح. حتى في مجال التدريب، لو لما حضرتك كنت بتتكلم في تجربتين انا شفتهم وحضرتك كمان مشرف عليهم وشفتهم اكتر، يمكن حضرتك كنت شغال معاهم اكتر او بتدعمهم في المركز السعودي للتحكيم. التجربه الاولى تجربه امناء السر، اللي في برامج معينه بتعدوا شباب المحكمين ان هم يبقوا امناء سر، وده كان بروجرام اطلقه اعتقد المركز السعودي للتحكيم مع سعادتك. والبروجرام الثاني اللي هو موجود في العالم كله اللي هو الموت اربيتريشن، وده كمان بيساعد المحكمين او الطلبه في بدايه التحكيم ان هم يقدروا يشتغلوا ويشوفوا يعملوا محاكاه للحاجات التحكيميه او للعمليات التحكيميه. يمكن برضو كان يمكن اول واحد عربي يتعامل مع المركز السعودي للتحكيم، وسعادتك بقى لك فتره فيه يعني منذ بدايته. فازاي البرامج دي ممكن تؤثر على مهنه او الممارسه بتاعه المحكمين الشباب زي ما حضرتك بتقول؟ طبعا البرامج دي في غايه الاهميه، خليني اقول احقاقا للحق. طبعا البرامج دي موجوده كانت في الغرب الاول بلغه انجليزيه وفرنسيه، انه بتعمل موتس والكلام ده كله، والفيز موت. الفيز موت اللي بتروح حضرتك في فيينا في النمسا، والعالم كله ومحكمين كلهم بيشاركوا فيه والكلام ده. صحيح. طب احنا فين عالمنا العربي؟ ما كان العالم العربي ده في الزمان رائد في مجال العلوم. صح. معظم العلماء في مجال العالم كله وقت ما كان أجزاء كثيرة أخرى من العالم في غياهب الظلمات، كان العلماء العرب هم اللي بيقودوا الحضارة الإنسانية. صحيح. فبالتالي وده مجهود يشكر بصورة كبيرة جدا. المركز السعودي هم اللي بدأوا موضوع
الموت انه يبقى فيه المسابقه العربيه دي اللي وصلت النهارده الى مرحله ان كل الدول بتساهم فيها، بل اصبح فيها اجانب. يعني صحيح. اخر مسابقه اللي فاتت 2023 كان عندنا في فرق من الهند ومن موريشيوس وغيرها لا تتحدث اللغه العربيه، وشاركوا وتحدثوا ونفسوا. فدي الحقيقه مجهود هم يشكروا عليه. يعني انا مساعدتي ضئيله، هم اللي عملوا كل شيء الحقيقه. يعني الاخوه في مركز سعودي، الدكتور حامد، الاستاذ منيف، هم يعني اللي اطلعوا بهذا الامر ونجحوا نجاح باهر فيه. إن شاء الله. احنا ما فيش اسهام غير انه فقط الواحد بيساعد بمجرد مشاركه في المسابقه، لكن كل الجهد والشكر يعود لهم يعني. بالاضافه لده فكره انه امناء السر، برنامج امناء السر، ما ده مرتبط بالترايبيونال سكرتريز اللي موجود في مراكز ومؤسسات تحكيميه يشار الى البنات زي ما قلنا في الاي سي سي والال سي اي اي وغيرها. ومراكز دي بتعد الكوادر. يعني عايز اقول لك حتى غرفه التجاره الدوليه في باريس بتساند الشباب الافارقه العرب في امريكا اللاتينيه في غيرهم، لانه عندهم اطلاع على السوق العالمي، فبيحاولوا ايجاد دايما عناصر جديده لادخالهم في التحكيم. خد بالك المؤسسات التحكيميه كلها لما بيجي يدخل دماء جديده الى التحكيم ويعين محكمين جدد، المؤسسات التحكيميه هي اللي بتطلع بهذه المهمه مش الاطراف. الاطراف بتبقى مش عايزه تجرب في نفسها. صح. مراكز التحكيم بتعد العده. صح. وتؤهل وتدرب، ثم الناتج انها بتعين من يشار اليه البنان فيهم. فبالاضافه لده، وده مجهود اخر، مركز السعودي مشكورا عمل برنامج امناء السر وابتدى يعد ده حتى يطلع السكرتارية هيئة التحكيم وأمناء السر على هذا الأمر. وبرضه كل الشكر والجهد بيعود إليهم. احنا إذا الواحد ساهم في هذا الأمر بمجرد حاجة بسيطة في الدراسة، يعني في مساعدتهم في التدريب يعني. لكن ده اللي بيبين لك الآتي، إنه في مراكز تحكيمية جادة جدا عندها رسالة، مش بس إدارة الدعوة التحكيمية، ما هو مركز التحكيم ده بيدير دعوة تحكيمية، لكن إعداد الكوادر ونشر الوعي والثقافة والارتقاء بمنظومة التحكيم في العالم، ده شيء الحقيقة نرفع له القبعة. والمركز زي بقول لك، سواء كان مركز القاهرة أو مركز السعودي أو حتى مركز قطر، مركز البحرين، مركز دبي للتحكيم، هذه المراكز بتسهم بالارتقاء بهذا الأمر. صحيح. وبالتالي بتعد هذه الكوادر. صحيح. بالإضافة طبعا إلى المراكز الكبرى اللي في العالم اللي اتكلمنا عليه. طيب احنا وصلنا دلوقتي للعالم العربي، فيعني اتكلمنا على حالة التحكيم في العالم وافضل الممارسات، ويعني في النص كده اتكلمنا على العالم العربي. طب تقول وصلنا، احنا موجودين في العالم العربي من الاول. عايزين نعرف بقى يعني لان احنا في سي ار بالعربي، فالهدف نشر الثقافة التحكيمية في العالم العربي. ايه الفجوات بقى والنقاط الضعف، خلينا نقول، او النقاط الضعيفة، بلاش نقاط الضعف دي، في منظومة التحكيم في العالم العربي؟ وازاي نقدر نحسن البنية التحتية سواء القانونية او البنية الداعمة للتحكيم في العالم العربي؟ طيب خلينا ننظر لها بصورة إيجابية. نقول ايه اللي ممكن نعمله عشان نحسن من التحكيم في العالم العربي. اوكي. عدة امور. اولا نبقى عارفين ايه مشاكلنا الحالية عشان نعرف نحلها. بداية الحل تبدأ من وضع ايدينا على المشكلة او مثالب او تحديات. العالم العربي ثري بالامكانيات وبالقدرات وبالموارد البشريه وبالذكاء البشري حتى، خليني اقول. طيب اول عائق بيواجهنا اللغه. من يستطيع ان يتحدث لغه اخرى غير العربيه بطلاقه؟ مش عدد كبير. واللي هيعمل في مجال التحكيم او فض المنازعات لابد ان يتحدث بلغه اجنبيه بطلاقه. زي ما كانت اللغه العربيه في عصور سابقه هي اللغه اللي فرضه، لان العلماء كانوا من العرب وكان الناس الاجانب بيدرسوا عربي علشان يعرفوا الحضاره ويشتغلوا الكلام ده. دلوقتي العالم تغير واصبحت اللغه الانجليزيه هي اللغه السائده، ومعاها الفرنسيه والايطاليه والاسبانيه والبرتغاليه والصينيه. ولكن جميل، ولكن لغه. فبالتالي العرب مهتمين ان لازم يكون في لغه تحدثها بطلاقه. مش صباح الخير صباح النور ومش مساء الخير مساء النور. لازم نبقى في لغه تستطيع انك تتحدثها بطلاقه وتستطيع انك تصيغ احكام بها، تمارس بيها. بالظبط. فدي اول حاجه. ثانيا الاستيثاق من حسن التأهيل والسلوك القويم. هرجع تاني أقول ليه؟ لأن كثير من الضالعين دي أولا النقابات المهنية، نقابة محامين، نقابة مهندسين، نقابة تجاريين، لابد يكون لها
تواجد قوي والاستيثاق من ان الارتقاء بهذه المهنه يستأهل تدريب وسلوك قويم. صحيح. ثالثا يكون عندنا منظومه تشريعيه، وده بقى في ايد الدول، آهلة ومساندة للتحكيم، بمعنى أن تكون التشريعات التحكيمية، وده واقع حال في مصاف التشريعات التحكيمية الدولية، وتتأسى بالأفضل الممارسات في مجال التحكيم. وعندنا بدل ما نخترع، عندك الأونسترال، لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، عندها القانون النموذجي اللي تبنته كثير من الدول العربية. صحيح. منهم من تبناه كما هو، على سبيل المثال في مملكة البحرين خدوه، ومنهم من تبناه مع بعض التعديلات زي مصر وقطر الإمارات غيرها مع بعض التعديلات. تمام. وده كله توجهات محمودة، لكن يجب عندنا دايما نكون، هنرجع تاني النقطة اللي قلناها، ان كل 10 سنين نشوف المنظومة التشريعية مواكبة للعصر أم لا. ثانيا أو ثالثا بقى، انه القضاء اللي بيرفع من شأن التحكيم، ممكن يكون عندك تشريع كويس او مش قوي، لكن اللي بيرفع من شأن القضاء، من شأن التحكيم تماما، هو القضاء. وعندنا قدرات قضائية في عالمنا العربي والقضاء في العالم العربي هايلة وممتازة. نضع ده بقى موضوع التطبيق مع اللغة، في انه احكامنا تجوب بقى العالم، زي ما بيطلع حكم في انجلترا او في فرنسا او في سويسرا او في الولايات المتحدة ويتحدث عنه العالم، نبتدي ان احنا كمان نروج للأحكام القضائية. اللغة العربية كمان لديها جمال شديد جدا في الصياغة، ونترجمها. بس عشان ده يحصل لازم تتنشر. يبقى نشر الأحكام ابتداء مهم عشان الآخرين يطلعوا على ثقافتنا. يعني احنا في أحكام لما طلعت عندنا في مصر في مجال التحكيم، وأحكام يشار إليها بالبنان، احنا ترجمنا حاجات عندنا منها في المكتب بالإنجليزي وابتدينا ننشرها، لدرجة انه في زملاء في نيجيريا وكينيا وغانا طلبوا مننا هذه الأحكام عشان القضاء عندهم يشوف ويسترشد. فبالتالي في قوة ناعمة، هذه القوة الناعمة لعالمنا العربي في غاية الأهمية. فبالتالي لو انت وضعت ده وابتديت تدرس التحكيم، احنا مثلا في حقوق القاهرة التحكيم بيتدرس عندنا في الاندر جراديوت، يعني في اللغة الإنجليزية، والقسم الإنجليزي والفرنسي بيتدرس في السنين الكلية، وبيتدرس طبعا في البوست جراد. لو انت ابتديت تدرس هذه المادة من البداية، انت بتعد الطلبة من البداية انه يبقى عندهم وعي واستقراء للمشهد الدولي للتحكيم. فتبتدي تعد هذه الكوادر اللي تدخل في إطار المنظومة المتكاملة. فلو حضرتك عندك بيئة تشريعية ومنظومة قضائية وعندك فاسيليتيز، موارد بقى متاحة، انه تسهيل الولوج للدولة، زي ما بنقول ان حضرتك تدخل هذه الدولة عشان تعقد جلسات تحكيم ما الى ذلك، كل ده هيبقى ممتاز. خليني بقول لك حاجة واحدة في الإجابة دي عشان نقفلها، انه نرجع تاني المجمع الملكي للمحكمين المعتمدين في المملكة، CIR، في سنة 2015 عمل حاجة اسمها The Safe Seat Principles. صحيح. انه ايه المعايير؟ 10 معايير هي اللي بتحدد افضل مقار او jurisdictions للتحكيم في العالم، ممارسات للمقار. نرجع لهم بالظبط، نرجع لهم ونشوف في تشيك ليست في عالمنا العربي، وتنهض به المنظومة كاملة. آخر بقى حاجة المحكمين العرب، في محكمين ممتازين جدا جدا جدا. علينا أن يبقى عندنا نأخذ عملنا مأخذ جدي، الدراسة والتأهيل دايما. خد بالك اللي عايز يشتغل كمحكم، لو عايز حتى في مجاله أيا كان هذا المجال يكون عالمي، لابد يكون دائما مطلع. صح. ودائما يتعلم. احنا ساعات ممكن نعتقد ان احنا خبرنا كل شيء، ومن اعتقد انه علم بكل شيء فقد جهل. صحيح. فلابد ان احنا دايما نبقى بنعتبر نفسنا بندرس وبنتعلم. اذا حققت كل هذه الامور، اعتقد انك ستصبح في مصاف افضل الجهات او التوجهات او المحكمين في العالم. طيب هنا برضو احنا بنتكلم على جزئية، وحضرتك يمكن اشرت اليها كذا مرة، ثقافة التحكيم. تمام. وعشان نعمل تعزيز لثقافة التحكيم ده، اعتقد برضو ممكن يكون الحكومات او التشريعات ليها دور. فدور الحكومات، خلينا نقول يعني في تجارب حاليا في العالم العربي ممتازة
في هذا الامر. وفي تجارب برضو كان في بعض الاوقات بعض الحكومات يعني مش هنشير لحد معين، ولكن كان عندهم فكره التخوف من الذهاب حتى للتحكيم او في وضع التحكيم، شروط التحكيم في عقودهم، سواء عقود الدوله او حتى العقود الدوليه. فايه دور الحكومات العربيه في تعزيز ثقافه التحكيم في دولنا، وازاي التحديات اللي هي موجوده دي يقدروا هم يواجهوها على الساحه الدوليه؟ طيب خلينا نقول الاتي، نحن قلنا ان دور الدوله في غايه الاهميه لدعم المنظومه التحكيميه القويمه. ناخد امثله عمليه نشوف عمل ايه. خلينا ناخد مثل من تونس. تونس دوله عربيه، نسبه التعليم فيها عالي جدا، عندهم من سنه 93 تشريع للتحكيم، وتشريع متقدم للغايه. ممتاز. طيب تقول لي طيب تونس عندها تشريع متقدم، ده لدرجه انه التشريع الفرنسي لما تعدل في 2011 في مبادئ كانت موجوده في قانون التونسي بيسموها مجله تحكيم. عندهم في التونسي موجوده من زمان، من على سبيل المثال انه تطلع حكم تحكيم اضافي او تفسيري. طب لو المحكم مش موجود القضاء بيتدخل يعمل ازاي؟ ففي منظومه ممتازه تشريعيه. نيجي بقى دور القضاء، دور الممارسين للتحكيم عشان ينهضوا بهذا. تونس هب، ما هي تونس محتاجة تبقى هب أو كمقر ناجع للتحكيم، ففي مقومات أخرى مع المنظومة التشريعية. صح. فالدولة عملت اللي عليها في إطار تشريع، محتاج تضيف إليه بقى جزء منه استقراء المشهد عندك. إحنا عالمنا العربي وكل منطقة لها ما يخصها من ثقافة وتحديات. صحيح. تعامل معاه. من ضمن مثلا عندنا حاجات إيه؟ إنه عندك قضاء ممتاز قلنا في العالم العربي، وفي مصر قضاء رائد. تمام. طب بس عندك عدد كبير من القضايا نتيجة عدد البشر. فمسألة الفصل في الدعاوى ممكن تاخد في بعض الأحيان وقت. صح. فابتدت دول تفكر في حلول ناجعة. مثال آخر من دول المغرب العربي، المغرب عملت قانون تحكيم جديد يا دوبك لسه ما فيش من سنة أو 2. أوكي. وضعوا فيه نص أنا شايفه هو الأوحد في العالم اللي شفت زيه. قال لك الآتي، قال لك حضرتك طلع حكم تحكيم. احنا في عالمنا العربي عندنا ثقافة في العالم كله في الغرب انه لو حضرتك عندك حكم تحكيم بيطلع الاصل التنفيذ التلقائي والتزام الاطراف بالحكم، لانهم ارتضوا اللجوء للتحكيم. صح. فينفذوا الحكم تلقائيا. صحيح. انت عندك ثقافة ان كل حكم تحكيم هيصدر تاخده وتروح بيه المحكمة عشان تسعى لابطاله. فدي ثقافة سائدة. العالم بيبص لنا انه ليه كده؟ يعني طبيعي. وفي مختلف الدول، مش دولة واحدة يعني. في العالم العربي. طب المغرب عملت ايه بقى في تشريعها؟ قالت لك وانا كل حد مثلا هيبقى عنده مشكلة من غير ما يبقى الحكم يشوبه شائبة ولا عوار يطلبه. قال لك طب خلاص اللي هيتعسف، ده نص موجود في قانون التحكيم الجديد، اللي هيتعسف في اللجوء لدعوى البطلان عشان يبطل حكم ويتبين انه لجوءه لهذه الدعوة بشكل تعسفي لتأخير التنفيذ او الكلام ده، هيلتزم بدفع 25% مثلا من قيمة الحكم. فبقى في رادع. الرادع ده رادع مالي، الناس هتفكر مرة واثنين وثلاثة عشان لا توصم بانها تتعسف. فيبقى اللي بس عنده اسباب جدية يلجأ. ده حل مشكلة عندنا، ان انت عندك الرسوم مثلا القضائية ممكن لو انت اتعاب المحاماة والكلام ده مش عالية، فبالتالي يقول لك طب انا هروح اخسر ايه؟ ما انا هروح ارفع وهيبقى حاجات بسيطة. المملكة المتحدة مثلا بريطانيا لو حضرتك خسرت القضية ممكن تبقى تتكبد مصروفات عالية جدا. فعشان كده المغرب حلها هيسهم في تقليل عدد الدعاوى اللي مرتبطة بالدعاوى التحكيمية. علينا كعالم عربي ان الدول العربية تجلس معا وتشوف ايه التحديات اللي بتواجه الاقاليم والدول المختلفة، وايه التحديات الاقليمية اللي بتواجه التحكيم، ويصل الى توافق على ايه الحلول الناجعة اللي وضعت. الامارات عملت ايه؟ الاردن عملت ايه؟ مصر عملت ايه؟ السعودية عملت ايه؟ المغرب عملت ايه؟ تونس عملت ايه؟ رجوعا لسؤالك انه في بعض الحاجات عندنا العقود الادارية محتاجة موافقة الوزير، عندنا في قطر موافقة رئيس الوزراء، بس هو عندكم يجوز التفويض، احنا عندنا لا يجوز التفويض. السعودية كان عندها النقطة دي، عملوا ايه؟ قال لك والله احنا هندي موافقة مسبقة لو هترجعوا مثلا لمركز التحكيم السعودي. ففي حلول للتعامل مع هذه الامور. فأهم شيء انك تحدد التحديات، تتأسى بأفضل الممارسات الدولية في مجال التحكيم، ثم تأخذ منها ما يناسب ثقافتك مع توافق مع
اخوتك وجيرانك في المنطقة العربية، فيبقى عندك منظومة متكاملة تستطيع انها تسهم في دفع عجلة التنمية والتحكيم قدما. الموضوع ده ممتاز جدا يا دكتور، وممكن يقودنا لنقطة تانية ممكن نتكلم فيها، فكرة التعاون الإقليمي. يعني زي ما بنقول فكرة ان احنا ما بنخترعش العجلة من الاول وجديد، ان احنا بناخد افضل الممارسات الموجودة. طب ما في افضل ممارسات موجودة جنبنا، يعني في ناس عملت وطبقت اوريدي، زي ما حضرتك بتقول مثلا في اي دولة من الدول دي عندها قانون جديد او عندها مادة او عندها ممارسة زي اللي في السعودية او في دبي او في اي دولة من الدول الاخرى. ليه ما ناخدش منهم، وليه ما يبقاش في تعاون ما بين الجامعات والمراكز الإقليمية وحتى على مستوى الحكومات؟ ازاي نقدر نعمل حاجه زي كده، وايه الفرص التعاون الاقليمي ما بين الدول العربيه وما بين الجامعات وما بين المراكز الاقليميه؟ شوف، طبعا هو في تعاون موجود على كافة المستويات، وفي معاهدات إقليمية ما بين الدول العربية. في عندك اتفاقية الرياض واتفاقية عمان وبغير اتفاقية نيويورك، يعني اللي هي ما بين الدول، في اتفاقية ما بين الدول العربية. فالتعاون موجود. النقطة بقى ايه؟ ازاي تفعل التعاون ده او تحقق اقصى اهداف منتجة منه. اولا حضرتك ليه ما تعملش دائرة مستديرة للقضاء في مختلف الدول العربية؟ القضاة العرب يجلسوا معا وينظروا في التحديات اللي هيلاقوا تحديات مشتركة. صحيح. انه قاضي هيلاقي في دول المغرب العربي مع قاضي في الخليج، مع قاضي في السودان، مع قاضي في مصر، مع قاضي في العراق، مع قاضي في سوريا، مع قاضي، هيلاقوا المشكلات متكررة. صحيح. طب كيف يتم التعامل معها؟ بحث الحلول. فهذه الاجتماعات موجودة، لكن لو هي بصورة دورية وعلى مستوى دوري وتبادل الأحكام فيما بينهم، أعتقد هيبقى شيء هايل جدا وممتاز. وقد يكون بيحصل وإحنا مش عالمين بيه، لكن فكرة إنه مش معلوم أعتقد في حد ذاته مهم. ويبدأ تاني فكرة نشر الأحكام. ثانيا في تعاون قوي جدا ما بين الدول العربية على مستوى الوزراء والحكومات، ده ممتاز. خد بالك انه العالم العربي بيواجه تحديات كثيرة، وربنا يكون في عون يعني كافة الزعماء والحكومات فيما يواجهونه من صعوبات. لكن بالإضافة لده، انت النهاردة عندك منظومة خاصة بتشريعات الاستثمار، تشريعات محاربة الإفلاس مثلا، إعادة نظر في تشريعات جنائية، تشريعات مدني. على فكرة كل المنظومة التشريعية دي مرتبطة بالتحكيم، لأن التحكيم مش فرع قائم بمعزل، ده فرع مرتبط بفروع القانون الأخرى. صح. وده بقى يجي هنا الدور الجامعات. الجامعات العربية محتاجة تعاون أكثر. ودايما احنا بنقول حتى يعني عندك القاهرة وعين شمس واسكندرية وغيرها من الكليات اللي موجودة والجامعات الموجودة في مصر، كلهم يعني على عيننا وراسنا، يتعاونوا مع الجامعات الأخرى في العالم العربي، ويبتدوا يتبادلوا الأساتذة ويتبادلوا الطلبة. وليه ما يبقاش فيه برامج مشتركة؟ احنا دايما عندنا برامج مشتركة في عالمنا العربي مع الجامعات الأجنبية، وده شيء محمود جدا. طب ما نعمل كمان برامج مشتركة ما بين الجامعات العربية. أعتقد ده هيكون شيء ناجح جدا وتوجه محمود. عندي سؤال يمكن عام شوية على دور الشباب والمحكمين، وخصوصا احنا بنتكلم دلوقتي في فكرة التنوع ووجود أكثر من يعني عمر ودور المرأة حتى في التحكيم الحالي. تنصح حضرتك ايه شباب المحكمين، وازاي نقدر ندخل فكرة الانكلوجن في عالمنا العربي؟ طبعا ده موضوع مهم جدا. خليني ابدا من اخره. دور المراه. انت بتقولي دور المراه في التحكيم، لا، دور المراه في العالم كله. يعني المراه هي الحاكمه في كل شيء، يعني جوه وبره، ما نقدرش نقول حاجه غير كده. طبعا اللي عنده ولد في الزمن اللي احنا فيه ده، ربنا برضو يكون في عونه، لانه الفرص كلها اكتر للمراه طبعا. يعني خليني اقول لك عن حق فعلا، انت النهارده لازم الواحد اللي مش عايز اقول ايه بالمصري، ولكن واقع الحال في شواهد على مستوى الجامعات اللي بيدرسوا قانون. انا هتكلم على الحاجه اللي في كليتنا. الاوائل معظمهم ايه؟ فتيات، بنات. ده دليل على ان هم اكثر جديه، دأب، شغف، عندهم كارير اورينتد، ان هم عارفين عايزين يعملوا ايه في حياتهم. فمهم جدا ان احنا نستقرئ هذا المشهد. طبعا في شباب ممتازين جدا، ولاد يعني كل حاجه، لكن التنوع ده مهم جدا، انه يجب اعطاء الفرص للاثنين.
شباب ذكور وإناث. والاهتمام بهذا التنوع الدايفرسيتي ده على فكرة مش مقتصر بس على الجندر انه صحيح. ذكور وإناث، لانه التنوع الثقافي أفارقة، آسيويين، صحيح. لاتينيين مهم جدا، حضرتك لانه في دراسات. اسمح لي اقطعك في الجزئيه دي. كان في محاضره لحضرتك عظيمه جدا في 2018 في لندن لو تفتكر، في الكينجز بتاعت اليانج ممبرز بالظبط صح. في كينجز. كنت عرفت عنها فين دي؟ انا كنت حاضرها معاك. اوكي. فاكر 2018 في لندن في الاي سي سي. كنا اي سي اف صح. وحضرتك كنت بتتكلم فيها عن هذا الموضوع تماما في كينجز كوليدج. فكانت محاضره عظيمه جدا على الموضوع الدايفرسيتي. بس يعني اتمنى حضرتك تقول لنا يعني الله يخليك. ده كان كنت بسميها 50 the 5 shades of diversity بالظبط. تأسي كده بره يعني. فهي طبعا لان في عندك تنوع يتعلق بالسن. على فكره في مشكله، نقطه مهمه جدا، انه في ناس يدخلوا منظومه التحكيم سنهم كبير وناس مؤهلين جدا، بس بقى عنده مشكله لان لا هو صغير السن وشاب، ولا هو فيت ان في الكاتيجوري بتاع اصحاب الخبره، فبقى عنده صعوبه. فمهم جدا الاهتمام بمختلف طوائف التنوع. ممتاز. سميها كده شيدز، طوائف مختلفه. فعندك الجندر، ده شيء اوريدي معمول عليه ابحاث ودراسات، وفي تقارير طالعه من الايكا، مجلس التحكيم التجاري الدولي، مطلع تقرير 400 وحاجه صفحه عن المراه في التحكيم، وشيء رائع. والمؤسسات التحكيميه بتهتم جدا باحصائياتها انه يكون قدر الامكان في تقارب في نسب تعيين المحكمين الذكور والاناث، فده شيء محمود جدا. صحيح. ولسه محتاج شغل كتير وبيتم. وزي ما بقول لك فعلا يعني المراه عندها من القدرات الخارقه الحقيقه شيء، يعني طبعا attention to details وقدره على العمل ومالتي تاسكينج كثيره يعني. ولكن طبعا برضو في رجال ممتازين يعني. فدي اول النقطه. الثالثه ان يكون عند حضرتك تنوع في الاثنيسيتي، الخلفيه. عندك شمال افريقيا وجنوب افريقيا وغرب وشرق، لابد من ادخال الجميع في منظومه التحكيم في هذا الاطار. فالتنوع ده شيء في غايه الاهميه. وعندك دراسات علميه وطبيه بتؤيد انه اتخاذ القرار من هيئات فيها تنوع افضل من هيئات ما فيهاش تنوع. وفي دراسات كتيرة اتعملت في هذا المجال. ده بيخليك كمان فينا تخلي المنظومة عالمية وما ياش مقتصرة زي ما قلنا انه في تحول من الغرب الى الشرق والكلام ده كله. صحيح. بقى عندك في قوى ناعمة. صحيح. ممتاز. طيب اخر سؤال يا دكتور حابب اختم بيه لقاءنا النهارده، يعني سعادتك ان شاء الله الرئيس المنتخب ل 2025 في العالم للمجمع الملكي للمحكمين او المعهد الملكي للمحكمين البريطاني CIARB، ايه رؤية سعادتك ل 2025 وللمعهد ان شاء الله في العام القادم؟ طبعا انا بشكرك جدا وبشكر جميع من شارك في هذا الانتخاب، انه شرف طبعا عظيم يعني. ولكن خليني اقول لك الاتي. طبعا هو رئيس المجمع الملكي البريزيدنت على CIARB ومنصب شرفي ومنصب امباسادوريال، يعني تقدر تقول انه في كده نوع من انه سفير عن المجمع واداره ده. مهم جدا نعرف الناس تبقى عارفه ان المجمع ده له بورد اوف تراستيز، انه له مجلس امناء. هذا المجلس بياتي عن طريق انتخابات والناس بتصوت من مختلف مناطق العالم. وانا ما اعرفش الحلقه تتذاع امتى، بس انت مرشح فان شاء الله يعني ربنا يوفقك في الانتخابات عن المنطقه الشرق الاوسط مع الهند، لان الهند داخله وباكستان وسريلانكا مع منطقتنا. لكن هيقول لك الاتي يعني وطبعا وجود عناصر جيده جدا في الانتخابات دي ممتازه للجميع في كل المستويات يعني. لكن انا اللي ربنا يا رب يسهل والواحد يسعى في 2025 كذا حاجه. اولا احنا طبعا المجمع الملكي ده مكان باور هاوس للتدريب، يعني تقدر تقول مجال التدريب مهم جدا. فانت عايز كذا حاجه. اولا انه افضل المحكمين والعناصر في العالم تصبح اعضاء في هذا المجمع، عشان تستجذب وتجذب هؤلاء الناس للعضويه لابد يكون عندك ميزات معينه بتمنح لهؤلاء. فلازم يكون العالم بيرى انه هذا المجمع
في اطار التدريب يشار اليه بالبنان. ويمكن الحمد لله انا بقالي مثلا 5 سنين او حاجه دايركتنج الدبلومه بتاعت اوكسفورد بتاعت المجمع. ونجحت الحمد لله يعني. ونجحت لانها ناجحه من قبليه، وكان بيديرها وناس يعني دايركتورز لها من كبار المحكمين في العالم. فالنجاح ده فقط بناء على نجاح مسبق يعني، مش حاجه الواحد حضرتك يدعيها. متواضع بس يا دكتور. لا ده واقع. ما فيش يعني. ده النجاح ده دايما انا دايما اقول منظومه ناجحه عباره عن فريق مش شخص. لكن انا اللي بأمله انه في 2025 الشباب يهتموا اكثر بالتدريب، نعد كوادر اكثر، ويبقى في اطار بقى التنوع. يبقى عندنا تركيز على العالم كله. انت سوفر عندك المجمع له عضوية، انت بتتكلم عن اكتر من 40,000 عضو او يمكن 20,000 او مع عددهم 19,000 عضو. انت عندك الاحصائية ممتاز. فليه ما نزيدش الاعداد دي ويبقى في اعداد كبرى من المناطق؟ يعني مثلا الصين لازم عندنا اعداد ازيد. صح. امريكا اللاتينية اعداد، منطقة العربية صح. عالمنا العربي صح. لسه كنا بنتكلم في الموضوع ده صح. انه لازم يبقى فيه زيادة. صحيح. فمن يعني هوبفلي انه يكون عندنا تبصير بفكره انه في اهو رئيس من العالم العربي وافريقي منتخب. فاسعى ان احنا نحاول نبني كوادر ونعمل ندوات ومؤتمرات خلال هذا العام للتبصير باهميه الانكلوجن، انه الجميع يشارك في هذا الامر. صحيح. ونبتدي ننظر انه يبقى في جايد لاينز، نعمل بقى جايد لاينز، لانه في ثوت ليدرشيب، الاسهام الفكري في فكره انه الارتقاء بالممارسات الجيده للتحكيم. صحيح. فاذا نجحنا، وهي مدتها سنه، فاذا الواحد نجح في سنه انه يحقق على الاقل جزء من ده ويضخ دماء جديده ويدخل كثيرين في هذا الاطار، انه يسهموا في تاهيل واعداد كوادر جديده لمستقبل التحكيم الدولي، اعتقد ده يكون ناجح. وطبعا ما فيش حد بينجح لوحده، فيعني ربنا يوفقنا جميعا. انت سمات سعادتك يا دكتور يعني في المجمع الملكي منذ سنين، ويمكن سعادتك تعتبر احد اعمده الخيمه في المعهد منذ سنين، من ايام يعني فرع مصر، وبعد كده الترستي، وحاليا حتى الان كنائب الرئيس، وان شاء الله الرئيس المقبل عام 2025. أنا بشكر حضرتك جدا يا دكتور يعني على اللقاء النهارده، وأتمنى إن هو يتكرر. وأنا يعني أعلم كمية مشاغل حضرتك ووقتك، وبشكرك جدا. أنت خصصت لنا يعني عدد ساعات من وقت حضرتك المشغول دايما، اللي احنا يعني بنحاول نلحقك في كل مكان. فنشكر سعادتك جدا 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 على اليوم ده. وانا شخصيا اتعلمت جدا كتير من اللقاء ده، واتبسطت جدا ان حضرتك كنت معانا النهارده، ويعني ونرت بصيرتنا في عدد من القضايا المهمه جدا في مجال التحكيم، وكمان في ما يتعلق بالسي اي ارب. اولا انا اللي بشكرك جدا يا استاذ سعد، والحقيقه ده شرف ليا ان انا اكون في معيتك النهارده، وارجو ان انا ما اكونش اثقلت عليك ولا على من سيستمع. والحقيقه فعلا شرف ليا، ولكن انا بعتز جدا بتواجدي معاك ومع الساده اللي هيشوفوا طبعا اللقاء بتاعنا. وانا اتعلمت، لان الواحد بيتعلم من كل موقف بيتعرض له، وامل ان انا اكون دايما عند حسن ظن الجميع قدر المستطاع، واساهم وفي اي شيء علمي وعملي هدفه نبيل. انا دايما على استعداد، وبشكرك شكرا جزيلا على استضافتك، وارجو ان انا ما اكونش ضيف تقيل. العفو يا دكتور، العفو يا دكتور. احنا بنشكر سعادتك مره اخيره، وبنتوجه بالشكر ايضا لجميع مشاهدين هذه الحلقه، وان شاء الله ان هي تكون عند حسن ظن حضراتكم. شكرا لكم.